السلام عليكم. ما غاديش نطول عليكم، ومبروك للشعب المغربي ومبروك للكرة المغربية ومبروك بهاد اللعابة اللي عندنا، يعني هاد اللعابة الأولمبيين فراهم تبارك الله عليهم وغاديين في الطريق الصحيح وإن شاء الله الذهبية. ما غاديش نطول عليكم، غتتابعوا معنا أشنو قالوا القنوات العربية وخصوصا بين سبورت. ومبروك مرة أخرى للمغاربة كاملين، ونتلاقاو في الآخر ديال الفيديو. أكبر في هذه البطولة كما تتابعون. كانت لديه حلول أخرى لكنه اختار الحل الفردي وأراد أن يسجل ويفرح سواء رئيسه على المدرجات وأيضا والدته والعائلة الصغيرة والكبيرة المغربية. سجل الهدف الثالث في الدقيقة 70 وقبل نهاية المباراة بلحظات. المهدي موهوب ومن خلال ركلة جزاء تمكن من تسجيل الهدف الرابع. إذن فيرمين لوبيز نجم برشلونة يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني. كابتن عبد العزيز، أولا من تراه النجم الأول في هذا المنتخب المغربي؟ أعتقد بأن الكل قدم كل ما يلزم لكي يتأهل المنتخب المغربي. ربما إذا وضعنا بأن يكون هناك لاعب في المقدمة نوعا ما فهو سفيان الرحيمي في المقام الأول، وبعد ذلك يأتي أشرف حكيمي، وهم اللاعبين الكبار في السن ليسوا من تحت 23 عام. وهذا يثبت بأن هناك جدية وحب وولاء للمنتخب، أنك تعطي كل شيء في مثل هذا النوع من المباريات وأن تساهم مع منتخب بلادك لأن يكون هناك إنجاز تاريخي. اليوم يعني أمين دائما يتحدث عن المباراة بشكل عام. المنتخب المغربي وضع المنتخب الأمريكي في وضع الطبيعي. كيف وضع في وضع الطبيعي؟ في البداية لم يتراجع، لم يلعب بحذر، ولم يتساهل. كل هذه العوامل كانت كفيلة بأن المنتخب المغربي يقدم مثل هذا المستوى. ركلة الجزاء كانت كلمة السر صحيح في هذه المباراة، في تسهيل نوعا ما لأن كنت تحتاج إلى هدف. هذا الهدف بحد ذاته كان كفيل بأن يخرج المنتخب الأمريكي من مناطقه. فالشوط الأول نتحدث عنه بشكل مبسط. الشوط الأول كان هناك التزام تكتيكي من جميع اللاعبين، الكل يرجع. إذا كان هناك فقدان الكرة الكل يضغط في نفس الوقت، حتى عندما يفقد الكرة يكون هناك ضغط عكسي في نفس الوقت. لم تكن هناك الكثير من الكرات الضائعة، نعم لم تكن هناك الكثير من الفرص، ولكن في نفس الوقت لم يضيع اللاعبون الكرة. كان هناك تناقل الكرة، كان هناك أريحية أرهق المنتخب الأمريكي. في الشوط الثاني بعد تقدم المنتخب الأمريكي والخروج من مناطق نوعا ما ترك مساحات للزلزولي، ترك مساحات لخماس، ترك مساحات لرحيمي، وبالتالي استفاد المنتخب المغربي من كل هذه الجدية كانت موجودة، الالتزام، الرغبة بأن تحسم المباراة. وحدث هذا الأمر. مباراة مثالية تحسب للمدرب، تحسب للاعبين، ونبارك للمنتخب المغربي ونبارك للشعب المغربي. الله يبارك فيك. دائما ما نشيد باللاعبين بطبيعة الحال هم صناع الإنجاز بأقدامهم بمجهوداتهم، لكن أيضا وجب أن نشيد بالمدرب طارق سعتوي. صحيح كانت بعض الأخطاء في الاختيار أو في التغيير أمام أوكرانيا، لكن النتيجة التي وصلها الآن لم يحققها مدربون سابقون في مناسبات عديدة. شوف المدرب في بعض الأوقات عنده اختيارات إما يكون موفق فيها، ولكن يحتاج إلى بعض الأخطاء لكي يصحح. وطريق صحح كثير، خصوصا توظيف زياد زوري في الجهة اليسرى. كنا تكلمنا عليه في المباريات السابقة أنه زوري أردت أن يكون مميز لازم يلعب في الجهة اليسرى. إذا لعبت في الجهة اليمنى سوف تضيع لاعب كبير اللي عنده مميزات زلزولي هو الاختراق والقوة، وشفناه في عملية 1 ضد 1. فهو ممكن أن يراوغ أي مدافع في العالم. صحيح عنده بعض الأخطاء اللي ممكن لازم يصححها، وسوف يصححها مع النضج هذا اللاعب ومع ضبطه لعملية السرعة والتسرع. لكن أظن بأن طارق سكيتيوي شفناه في هذه المباراة أيضا، خصوصا في الشوط الأول، كيف كانت هناك أمور واضحة للمنتخب المغربي في عملية الضغط، في عملية منع خروج الكرة،
في الكرات الثابته العديد من الامور اللي شفناها ان كانت هناك بصمه مدرب، واظن بان احتفاظه ايضا على التوليفه، وهذه التوليفه اللي وجدها عبر المباريات عبر الاحتكاك وجد هذه التوليفه، لذلك فلازم الواحد يخطأ في بعض الاوقات لكي يصحح ويجد التوليفه المناسبه، وهذا هو التوازن اللي كان يبحث عليه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي الان اصبح عنده ذلك التوازن ايضا اللي كان يبحث عليه، وهو التوازن ما بين اندفع ولا اترك مساحات لذلك هو اليوم لعب بحكمه كبيره جدا وبرزانه كبيره جدا، وهذا هو التوازن اللي شفناه انه ممكن يوصلك الى النهائي وليس فقط لنصف النهائي، لان هذا الاسلوب اللي ممكن انك عندك اللاعبين اللي ممكن يهاجموا، ولكن تنتظر الوقت المناسب للهجوم والكثافه المناسبه للهجوم. شفنا ان المنتخب المغربي اليوم لم يهاجم بكثافه عدديه، ولكن هاجم فقط في بعض الاوقات ب3 ضد 4 أو 3 ضد 3 وليس 7 ضد 5. صحيح. لأن عندما تهاجم ب7 سوف يخلق فقدان توازن في وسط الميدان، ومن ثم تكون هزمات خطيرة على المنتخب المغربي، ذلك فكان يهاجم ويحافظ على الكثافة في وسط الميدان وفي الدفاع التي تضمن له عدم الوقوع في أخطاء، خصوصا عندما الفريق الخصم يحاول أن يهاجم عليك، فأنك أنت موجود متمركز لا تفقد توازنك، وهذا ما دفع المنتخب الامريكي انه يستسلم، لان المنتخب الامريكي حاول ولكنه استسلم، لان كل محاولاته باتت بالفشل، لانه وجد المنتخب المغربي متمركز محافظ على توازنه لم يترك مساحات، وبالعكس المنتخب المغربي هو اللي استغل المساحات والحالات 1 ضد 1 على الاطراف لكي يسجل المزيد من الاهداف. نعم، وما شاهدناه في هذا المنتخب هو استراتيجيه واضحه تشبه الى حد كبير الاسلوب الذي يلعب به المنتخب الاول، اسلوب 4-1-4-1 الذي أتى بثماره في كأس العالم، وهي استراتيجية موحدة للمنتخبات الوطنية المغربية. دعونا نتابع وإياكم إن قدموا أفضل ما لديهم، والآن سقف الطموحات بات عاليا ومصرين على الحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة في باريس. كابتن عبد العزيز، بطبيعة الحال عندما تصل إلى نصف النهائي، عندما تقدم هذا الأداء، عندما تتأهل من ربع النهائي بالفوز على أمريكا برباعية، سقف الطموحات يصبح عاليا، ولا يمكن أن تخرج من مثل هذه البطولة إلا وأنت مطوق العنق بميدالية. أنا متأكد بأن الشعور والطموح لدى اللاعبين الآن هو الحصول على الميدالية الذهبية، يعني على حسب الإمكانيات وعلى حسب ما شاهدناه. يعني لم نشاهد منتخب على أقل تقدير على مستوى الأداء يلعب بهذه الطريقة، بالاستحواذ، بالإمكانيات الفردية، بالمواهب الموجودة، واليوم شاهدنا بالالتزام. عكس المباريات الماضية كان هناك نوعا ما بطء في عملية التحول الدفاعي، ولكن في هذه المباراة شاهدنا الالتزام كان موجود، واللاعبين بدأوا يستوعبوا جدية الموقف، بأنك تصل إلى مرحلة متقدمة جدا من البطولة. هذا بحد ذاته طموح لك كلاعب بأن تحصل على ميدالية لتاريخك، خصوصا بأن أغلب اللاعبين تقريبا يشاركون يعني لفترة بسيطة مع المنتخب المغربي، خصوصا بأن أغلب اللاعبين يلعبوا في الدوريات الأوروبية. فلذلك هو شعور مهم لدى اللاعبين بأنك تشعر بأنك تحصل على إنجاز مع بلدك، والشعور الأفضل بأنك تعمل هذا الشيء وأنت مستمتع. شاهدنا الكثير من الثقة لدى اللاعبين، شاهدنا بأن حتى مع عمليات التمرير والاستعراض نوعا ما كان هناك ابتسامة من اللاعبين، فهذا بحد ذاته يشعرك بأن اللاعب مرتاح نفسيا، وأنه يلعب في بيئة ممتازة من اللاعبين، يشعر بأن جو الألفة موجود. فهذا شيء جيد وإيجابي للاعبين لكي على أقل تقدير يكون هناك. فالمحللين فهم يعني انبهروا بالمستوى الكبير ديال المنتخب المغربي، وإن شاء الله الفوز بالميدالية الذهبية. الله يعاونكم.